انا بالليل اروح ازور الولد في المستشفى. ارجوك. هتروح الساعه كام وانا اجي معاك؟ يا ريت وانت رايح اجي معاك، يا ريت يا قول ريت لنا والله. لو سمحت، عشان مش فكره نصور الموضوع، لكن لازم بره ولازم اهل الولد يطمنوا، فقول لنا لو سمحت عشان نروح معاك مجموعه ننقل الحدث ارجوك. الاجنبيه والمواقع الاجنبيه مش المصريه. طبعا انا لما قلت يتعالج على على رفقتي انا والزمالك واحد ربنا يبارك لك. ده شيء يعني موقف انساني، شيء رائع، شيء رائع. قلت له اسماعيل لا ده على السلامه. تمام. ده شيء رائع والله. انه الولد اساب عليا وانا طبعا. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك بجد يعني. واخد بالك، ساب عليا جدا، انا اعتبرته واحد من ولادي. ربنا يبارك لك. انا بقول هو يعني دي برضه رساله للعالم كله وافريقيا بالذات. الله. لا دي اخلاقيات المصريين، دي مصر. صح. وبعدين انا هسال لو الولد ده متزوج هبعت برضه تذاكر على حسابنا، نجيب الزوجه وولاده. ربنا يبارك لك. ربنا يشفيه ربنا يبارك لك مع فريق الزمالك وراجع رايح كونه في الطيارات. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك يا سياده المستشار. جدا جدا وكل شكرا.